في أطراف الحي القديم. كان بيتها يقف هادئاً، كما لو أنه نسي أن العالم تغير. بيت ذو نافذة واحدة وسط أصص الزهور المتدلية ورائحة الزعتر والقهوة. وفي ذلك البيت كانت تسكن خالة لطيفة. ما من أحد كان يعرف كثيراً عنها، لا زوار، لا أصدقاء، سوى قطة رمادية كانت تظهر عند المغرب وتختفي في الفجر. كنت أمر أمام بيتها وأسلم، فترد علي بهزة رأس خفيفة وبتلك البسمة التي كانت تشبه الذكرى أكثر مما تشبه الحياة. في أحد الأيام بينما كنت أجلس أمام بيتنا، نادتني بصوتها، وكان هادئا كصوت الورق عندما يقلبه النسيم. تعالي يا ابنتي، تعالي. دخلت مترددة. البيت كان كأنه متحف للزمن، صور بين أطر خشبية، كتب بغلافات مهروءة، وصمت يخبرك أن الكلام في هذا المكان يقال بالعيون لا باللسان. قالت لي: أتحبين القصص؟ فهززت رأسي، فأشارت إلى كرسي أمامها وقالت: اجلسي. لكل قصة مذاق، كما لكل كعكة سر، لا يفشى إلا لمن يستحقه. كنا نجلس معا كل يوم خميس، تخرج مقلاتها القديمة وتبدأ الحكي عن شاب كان يحب العزف في الحروب، وعن امرأة كانت تخبز لجنود لا تعرفهم، وعن رسالة وصلت بعد 40 عاما. وفي كل نهاية كنا نأكل قطعة من كعك لا أعرف مما صنع، لكنه كان دافئا ملء القلب. وفي يوم ماطر ذهبت كالعادة، لكنها لم تجب. الباب مغلق والشرفة صامتة. فهمت دون أن يخبرني أحد. في اليوم التالي وأنا أهم بالخروج، وجدت صندوقا صغيرا عند بابي. فتحته ووجدت فيه ملعقة خشبية ودفترا قديما بغلاف أحمر وورقة كتب عليها: متى ما خبزت ذاك الكعك فاذكريني، لأني أحيا فيما تركت. لم أكن أعلم أن الناس يمكن أن يرحلوا ويتركوا خلفهم وصفة تشبههم. كنت أستغرب لماذا كانت تضع الفراولة على الكعكة مع أنها لا تأكلها. وفي آخر صفحة من دفترها وجدت الجواب: الذكرى يا ابنتي تحتاج للون كما يحتاج الطعم للنغم، وهذه ليست مجرد كيكة، إنها صوت ووعد وباب صغير يفضي إلى عالم كان هناك في قلب امرأة أحبت أن تروي الحياة كما تخبز الحلوى، بالحنان وبالذكرى. عندما قرأت الكلمات الأخيرة في دفترها توقف الزمن لحظة. الذكرى يا بنتي تحتاج للون كما يحتاج الطعم للنغم. وضحكت لأني فهمت أخيرا لماذا كانت تحب الفراولة. لم تكن تحبها لحلاوتها فقط، ولا للون الأحمر الذي يشبه الفرح، بل لأنها تضيف شيئا جميلا وبسيطا وصادقا حتى لأبسط الأشياء. الفراولة كانت تفصيلا صغير، لكنه يغير كل شيء، كما كانت هي تفصيلا دافئا في حياتي. يومها علمت أن الجمال لا يكمن في الكعكة بنفسها، ولا في كمية السكر والدقة في الخبز، بل في من يصنعها وفي نيته. فراولة واحدة توضع بحب يمكنها أن تجعل النهار أجمل والقلب أخف والوصفة ذكرى لا تنسى. وأنا اليوم كلما وضعت فراولة فوق كعكي أتذكرها، وأتذكر أن الحياة تخبز بالحب وتزين بالتفاصيل الصغيرة التي نضعها من القلب.